السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وأخواتي ومتابعين ومشاهدين أفراد أسرة ملعب أفندينا في كل مكان. أهلا وسهلا بكم وحشتوني وحلقة للتاريخ، حلقة فوز المنتخب المغربي على المنتخب الأسباني. أسود الأطلسي بتلتهم الصور الأسباني. المنتخب المغربي بيكتب التاريخ، المنتخب المغربي بيصنع التاريخ، المنتخب المغربي بيتأهل لدور الثمانية في كأس العالم قطر 2022. استطاع المنتخب المغربي إسعاد الشعب العربي. عشان كده بطلب من اخواتي الغاليين المحترمين دعم اخوكم باللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يصلوا كل جديد ويكون واحد من افراد اسرة ملعب افندينا. النهاردة ايه العظمة دي؟ ايه الانتصار ده؟ ايه الفرحة دي؟ ايه التاريخ اللي بيتغير كرويا في قطر 2022؟ المنتخب المغربي أسود الأطلسي، حكيم زياش ورفاقه، وليد الركراكي وأبنائه بينتصرون على المنتخب الأسباني. المنتخب المغربي اللي دخل البطولة والكل كان بيشكك فيه مش هيقدر يصعد لدور ال16 لو عمل أداء مشرف يبقى شيء محترم. بيصنع التاريخ من دور المجموعات وبيصعد كأول المجموعة، وبيصعد كالمنتخب الوحيد اللي حقق 7 نقاط مع منتخب آخر، يعني تاريخ من أول دور المجموعات. وقالوا خلاص بقى الحلم العربي بينتهي والحلم العربي هيموت بعد ما هنقابل اسبانيا. ده بطلة العالم، ده لعيبتها بتلعب في اكبر اندية اوروبا. احنا مين يا عم افندينا عشان نكسب اسبانيا؟ انت بتبالغ لما كنت بتدعم المنتخب المغربي وشايف ان المنتخب المغربي هيوصل لابعد مدى في كأس العالم السنة دي، وقلت ورديت وهقولها وهكرر. طب حد فيكم قدر يقرأ ويعرف ويبحث هو المنتخب المغربي او دولة المغرب في اخر سنتين عملت ايه؟ هقول لحضراتكم. المغرب في اخر سنتين نادي الوداد هو بطل دوري أبطال أفريقيا، نادي نهضة بركان هو بطل الكونفدرالية، المنتخب المغربي الأول للرجال بيصعد لكأس العالم، منتخب السيدات بيصعد لكأس العالم، منتخب الشابات اللي هو البنات تحت 17 سنة بيصعد لكأس العالم. إنجاز في الكرة الشاطئية، إنجاز في كرة الغطس، إنجاز بالنسبة للمنتخب إخواتنا الغاليين مبتورين الايدي. يعني في انجاز داخل دولة المغرب وتطور رهيب في الكرة المغربية. عشان كده كان عندنا ثقة ان المنتخب المغربي هيفرحنا وهيعمل انجاز تاريخي في كأس العالم قطر 2022، وكان عندي كل الثقة ان المنتخب المغربي هيوصل لابعد مدى. وبدأت البطولة ودخل المنتخب المغربي في دور المجموعات، وأداء ولا أروع ولا أعظم ويتأهل أول المجموعة. والنهاردة بيقابل الطور الأسباني، العالم اللي كلها كورة ومتعة وفن وجمال. وقالوا لا خلاص كده الحلم العربي بينتهي، وقلت وبقولها إن الحلم العربي قائم وإن الحلم العربي مش مستحيل، وبشبابنا وولادنا ورجالتنا هنقدر نحقق الحلم ده. وده اللي كان من حكيم زياشي ورفاقه وبتعليمات من المدرب الوطني وليد الركراكي. وركز معايا على كلمة المدرب الوطني، وده كان اكبر انجاز للاتحاد الكرة المغربي انه يثق في احد ابناء المغرب ويخرج بره عقدة الخواجة ويدي الثقة لوليد الركراكي اللي بيصنع تاريخ مع المنتخب المغربي. قدروا النهارده ان يلعبوا مباراة ولا اروع ولا اجمل ولا اعظم من دي مباراة. وكان بونو حارس المرمى الرباط، والدفاع صخرة بيطمن الجميع، خط النص خط جبار، الهجوم من نار. وقدرنا ان احنا نوصل
ل 120 دقيقة من التفوق على اسبانيا عشان تيجي ضربات الجزاء الترجيحية اللي بيقولوا عليها حظ، وانا بقول ان هي بالتمرين وبالاتقان بتبقى مش حظ، بيبقى شغل عالي. ووقف بونو اللي قال مفيش حد هيدخل فيا جوان. يا بونو قال لهم من النهارده مفيش جوان. يا بونو قال لهم انا واقف سادد عرين منتخب بلدي. يا بونو قال لهم انا هرفع علم المغرب. يا بونو قال لهم انا هصعد بفرقتي للثمانية. يا بونو قال له حاول وجرب ووريني، عشان يظهر المنتخب الاسباني بقمة الفشل، ولا ضربة جزاء يحرزها في مرمى بونو في الوقت ان المنتخب المغربي بيصنع فيه التاريخ ويسجل ويعتلي المباراة ويفوز بالمباراة بعد ما اضاع بدر بنون اللي بنقول له ولا يهمك يا ابو البدور يا بدر منور في سماء المغرب، اخوك بونو قادر انه يعوض. وفعلا بونو عوض وتفوز المغرب وتصعد لدور الثمانية في إنجاز عربي جديد، إنجاز تاريخي، إنجاز عظيم بيحققه المنتخب العربي المغربي على أراضي عربية في دولة قطر الشقيقة في كأس العالم قطر 2022. وإن شاء الله المنتخب المغربي قادر إنه يتفوق على المنتخب البرتغالي، وبإذن الله هنصعد كمان لنصف النهائي. ما هو البرتغال مش أصعب من أسبانيا، وإن شاء الله كلنا ثقة في المنتخب المغربي. ومن هنا من أرض الكنانة، من أرض مصر، من أرض الحضارة، من الدنيا بنبعت التحية والتقدير والمباركة لكل أهلنا وشعبنا وإخواتنا وناسنا في دولة المغرب الشقيقة أسود الأطلسي، وبنقول لهم ألف مليون مبروك، ويا رب دايما في عزة وفي انتصارات، ويا رب دايما في أفراح، ويا رب دايما بتكتبوا التاريخ، وإن شاء الله المستحيل مش مغربي. لحد هنا بتنتهي حلقتنا، ويا رب تكون الحلقة نالت اعجابكم، ويا رب نكون عند حسن ظن سيادتكم. وليا طلب تاني من اخواتي الغاليين اللي لسه ما عملش اللايك، يا اخي هو انت مش فرحان لاخواتك؟ يا اخي افرح معانا وافرح وتضغط على اللايك، هتلاقيه بيعمل بلالين وافراح وهيفرحك وهيفرحني. واللي لسه مش مشترك في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يصل كل جديد ويكون واحد من افراد اسرة ملعب افندي.